سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل حياته وقف على القرآن الكريم، يعيش به وله. هو صوت قوي رخيم يتميز بالعذوبة والنفاذ إلى النفس في إطار من الدماثة والجلال. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس اتحاد قراء العالم الإسلامي، فضيلة الأستاذ الشيخ محمود خليل الحصري. مرحبا يا فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا يا سيدي، حصل لنا الشرف. الله يبارك فيك. جزاك الله عنا خيرا. الله يبارك فيك. كل سنة وانت طيب بمناسبة حلول شهر رمضان، شهر القرآن الكريم. ربنا يكرمك يا سيدي ويعود علينا وعلى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والبركات إن شاء الله. بالمناسبة كنت أحب أعرف، هل سمي شهر رمضان بأنه شهر القرآن باعتبار القرآن نزل في رمضان؟ الآية صريحة بهذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولم يذكر اسم شهر من الشهور العربية في القرآن إلا شهر رمضان، الشهر الوحيد الذي ذكره الله تعالى في القرآن. أما صفر والمحرم وربيع أول ربيع كل ثاني ده جماد أول جماد لم ثاني يرد ذكره رجب يعني. شعبان لم يرد إلا شهر رمضان. ده تكريم للشهر، فهذا منزلة خاصة. يخيل إلي أيضا أنه يعني دعوة لنا أيضا أن نحتفل بالقرآن الكريم في رمضان. طبعا يعني مدام هو شهر القرآن، يبقى من الواجب على المسلمين وبيوت المسلمين أن تمتلئ بالقرآن في شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن في شهر رمضان مع سيدنا جبريل عليه السلام في شهر رمضان في كل عام، وفي العام الأخير قرأه مرتين. ومن هذه السنة أو يعني المسلمين في كل مكان يقرؤون القرآن في بيوتهم، والذي يسر الله عليه يفتح أبواب بيته لسماع القرآن من مشاهير القراء، وهذه عادة في جميع بلاد الجمهورية إلى الآن. يعني في الواقع من الأشياء الملفتة للنظر أنه الاتجاه العام بين المسلمين الآن إلى الاحتفال بالأعياد والمواسم الإسلامية أكتر، لأنه جت علينا فترة وخاصة أيام ما كنا بنرى في الأجنبي رمز للتفوق ونبص له بصة فيها كثير جدا من الاستصغار والتهوين من شأننا. نعم. والتضخيم من شأنه، إن احنا كنا بنقلده حتى في احتفالاته. نعم. فكان ملاحظ إنه بييجوا الناس في الكريسماس اللي هو عيد ميلاد المسيح. صحيح. ويحتفلوا. صحيح. وينسوا تماما عيد الهجرة. صحيح. وينسوا تماما عيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة الإسراء يعني حتى بعد ما انزاح الاستعمار عن البلاد العربية وتحررت، بدأت تحس بشخصيتها أكتر وبدينها. نعم. وبدأت تحتفل أكتر. هذا من فضل الله. طيب، سيادتك تعودت أنك تقضي شهر رمضان في إحدى البلاد العربية أو الإسلامية. طب يا ترى هذا العام فين إن شاء الله؟ هذا العام إن شاء الله في قطر. قطر؟ نعم. ده مصادفة ظريفة جدا. تعرف سيادتك أنه هذا الحديث مسجل لإذاعة قطر؟ ما شاء الله. فضل من الله ونعمة. فيبقى يعني هيسمعوك والله ويشغفوا بسماعك ثم يستمتعوا برؤيتك أيضا. بارك الله فيك. ودي أول مرة بتزور قطر؟ أول مرة. نعم. غالبا هتروح في المسجد الكبير إن شاء الله. نعم. مسجد جميل جدا في الدوحة، وفي طبعا حسب البرنامج اللي المعد. هو مسجد آية في الروعة والجمال ما شاء الله. وبعدين أهل قطر الحقيقة ناس فيهم تدين وفيهم دماثة. طبعا أظن هينسجموا معاك جدا لأن دي صفاتك أيضا. نسأل الله ذلك، نسأل الله أن يعيننا على إرضائهم وعلى أن نقوم بالواجب نحوهم. حضرتك زرت البلاد العربية جميعا؟ نعم. الحمد لله. ما كانش فاضل إلا قطر بس؟ قطر وطبعا بعض بلاد الخليج. يعني أنا رحت في العام السابق كنت في أبو ظبي، وقبلها طبعا في الكويت. أما بقى البلاد العربية اللي هي يعني
الأردن وسوريا ولبنان يعني البلاد المجاورة لنا، ليبيا، الشمال الإفريقي كله. افريقيا رحت طبعا في تنزانيا ورحت في كينيا. لا قصدي من البلاد العربية أولا في إفريقيا يعني. كل البلاد العربية في إفريقيا تقريبا وفي آسيا يعني. تقريبا غطيت كل العالم العربي الحمد لله، وإيران طبعا برضه. والعالم الإسلامي بقى زرت إيه من البلاد الإسلامية خارج البلاد العربية؟ زرت الباكستان وطبعا والهند وتايلاند واندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيه بلاد كثيرة في جنوب شرق آسيا طبعا، ورحتها يعني أكثر من مرة. وطبعا في أوروبا طبعا رحت لندن وسويسرا وروسيا وأمريكا وهولندا. ما شاء الله يعني الحمد لفيت لله. العالم كله تقريبا. الحمد لله رب العالمين. طب هذه الظاهرة يعني هي ظاهرة تقريبا تعتبر حديثة، يعني قبل كده ما كانش القراء بيجوبوا كثير من البلاد، فتفسيرك لهذه الظاهرة ايه؟ انه العالم الاسلامي وفي اوروبا وفي امريكا بيدعوا قراء علشان يستمعوا منهم الى القرآن الكريم. ليه هذه الظاهرة في العصر الاخير، في الفترة الاخيرة اكثر يعني؟ والله هي اولا لها تقريبا يعني سببان على قدر يعني معرفتي. الأول أن حكومة جمهورية مصر العربية يعني تريد أن ألا تبخل بقرائها على المسلمين في كل مكان، وهم يتوافدون في كل شهر في شهر رمضان إلى جميع البلاد الإسلامية التي تطلب من الوزارة إرسال قراء، من وزارة الأوقاف يعني. من وزارة الأوقاف. ما عدا قراء الدرجة الأولى طبعا، اللي هم الأربعة الكبار الدرجة الأولى، فدول بيبقوا على الوزارة تركلهم الحرية في أنهم يعني حسب الدعوة التي توجه إليهم فيكونوا على حساب الداعي. اللي هم مين الأربعة؟ الفقير والشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمود البنة. وفي عدا هؤلاء الوزارة اللي بتوزعهم؟ الوزارة اللي بتوزعهم على نفقتها بتذاكر طيارة وبدل سفر، على نفقة وزارة على الأوقاف نفقة المصرية. وزارة الأوقاف المصرية. ومكافأة مجزية. شيء جميل الحقيقة، لأنه يعني نشر رسالة القرآن في كل مكان شيء محبب إلى النفس طبعا بيحتاج إلى كل تشجيع يعني. لأن مصر هي اللي يعني هي اللي ربنا أكرم جمهورية مصر العربية بالقراء لعادة واحدة هي السبب في هذا. هذه العادة لم توجد في البلاد العربية، وكانت وجودها في مصر هو سبب كثرة القراء وتعودهم على حسن أداء القراءة وانقطاعهم للقراءة، اللي هي إيه؟ اللي هي عادة إحياء ليالي المآتم بقراءة القرآن. فكما ترى أن القارئ كل على قدر طاقته، يعني عندما يتوفى المسلم يعني من المعلوم أنه يعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، فيعود ال3 أيام دول بدل كل واحد ما عنده مكان ضيق أو ما عندوش يعني مكان يسع لجميع اللي يتوافدوا للعزاء، فبيعمل صوان. والصوان ده كما تعلم كل واحد على قدر استطاعته. وبدل ما يعودوا يتكلموا في كلام يخرج عن المنفعة، فبيأتي قارئ يقرأ القرآن ويكون صوته قارئ من القراء المجيدين، والناس تستمع إلى كلام الله. وأصبحت هذه العادة في كل قرية وفي كل بلد وفي شيء. يعني هل البلاد العربية الأخرى ما عندهاش هذه العادة أو ما كانتش عندها هذه العادة؟ لا، لن توجد. أكثر البلاد العربية العزاء في الوقت الدفن، وشكر الله سعيكم وكفى. أو يمكن حتى لو كان في قرآن كريم ما بيقلش بطريقة التجويد والإلقاء المنغم. هم يحبوا أن يستمعوا
لكن مفيش بقى، لأن يعني اللي هينقطع لحسن أداء القراءة ويهيئ صوته ونفسه لحسن أداء القراءة، ولكن ليس لهذا العمل مجال إلا أنه يقرأ في الإذاعة، يسجلوا له بعض تسجيلات وخلاص، فهيعيش منين؟ فالمفروض أن هذه الأشياء بتكون سبب لأن ده عايز يحفظ ابن القرآن، وده عايز يحفظ القرآن، وده عايز يحفظ القرآن، ومن هنا طيب. وكانت في الأيام السابقة من يحفظ القرآن لا يدخل القرعة، لا يدخل. كان من ضمن الأشياء المشجعة، كان من ضمن الأشياء التي تعفي من التجنيد. والآن برضو اللي حفظ القرآن كمن معه شهادة عليا. أنا شخصيا ضد هذه الفكرة، معلش، ما هي الغيت دي الغيت لأن احنا نحتاج برضو إلى إنه المقاتل اللي يمتلئ قلبه بالقرآن الكريم ما يحسش بإنه في مأمن من المخاطر، وإنما هو القرآن بكل ما فيه من حث على الجهاد والكفاح يخليه في المقدمة. هذا أيضا صحيح. طيب، بالمناسبة، هل القرآن الذي يتلى في المآتم من أجل الميت أو من أجل أهل الميت، أو بمعنى آخر، هل يصيب الميت شيء من الرحمة لأن هذا القرآن يتلى ساعة وفاته؟ وخصوصا أنه ساعات أسمع المقرئ يقول وهبناه إلى روح فلان الفلاني، أم أنه أهل الميت بيعملوه كلون من العزاء، لأنه الفجيعة أو لحظة الألم بتحتاج إلى أن الإنسان يتعزى بشيء أكبر منه وهو الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إليه ويذكره في هذه الساعة؟ أولا لا ينفع الميت إلا عمله وما قدمت يداه، لكن قراءة القرآن هذه تعتبر بدعة حسنة في المآتم، يعني بدعة حسنة، يعني اللي هي نصب الصواوين وقراءة القرآن فيها، يعني عادة من العادات التي تعتبر ما هي بيقولوا بدعة. ليه؟ لأن ما كانش في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أوائل الصحابة مثلا مثل هذه الأشياء. الآن تطورت الأحوال، وهناك مكبرات صوت، وهناك مثلا نعم الله كثيرة، وأصبح يعني بدل أن يجلس أهل المتوفى يتكلمون في أمور قد لا تنفع، فالله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى إذا أتى حتى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له حسبك فإذا عيناه تذرفان. هذه يعني هذا الحديث يعني يعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طلب أن يستمع إلى القرآن وهو الذي أنزل عليه القرآن. فإحنا نبتعد ونقول لا إحنا ما نسمعش، إحنا نسمعه فين؟ فيه ناس تقول إن قراءة القرآن يوم الجمعة في صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة برضو زي ما بنقرأ هنا اللي هي اسمها سورة الكهف إنها بدعة ولا يقرؤوش برضو. وبعدين ما فيش أبدا لما يكونوا مسلمين ما فيش إلا وقت الإذاعة، وقت الإذاعة يمكن بيبقى نصف ساعة في اليوم أو أقل من ساعة، وفي الوقت نفسه يمكن في وقت هذه القراءة يكون الإنسان منشغل أو إلى آخره. يبقى هيسمعها فين؟ في الصلاة. ربما أن الإمام الذي يصلي بالناس لا يأتي على القرآن كله، وربما لا يحسن الآداء كما يحسنها القارئ المنقطع للتلاوة الذي وهبه الله صوتا حسنا وآداء كاملا. فمن هنا القراءة في الحفلات يعني أعتقد أنها تفيد يعني مائدة روحية. طبعا إذا استطعنا أن نقرأ القرآن في أكثر من مناسبة فيبقى أجمل، في يعني حيثما وجدت مناسبات للقرآن الكريم ففرصة. هذه هي يعني الفائدة التي نبتت وترعرعت من هذا العمل.
طب يعني ليه القرآن مرتبط أكتر بالمآتم، مع إنه أذكر إنه في طفولتي نعم وفي الفترات السابقة آه. كان القرآن الكريم أيضا مرتبط بالأفراح، وده حتى بركة ظريفة، يعني اتنين بيتجوزوا داخلين بيبنوا حياة جديدة. نعم. وعش جديد موجود يا سيدي برضه هذا إلى الآن، بس مش كتير يعني هو موجود بس ليه في المآتم؟ لأن بقى أكثر الناس الآن من المدنية الزائفة ومن الحاجات عايزين ليلة الفرح طبل وزمر يعني لا مانع أنهم يفرحون، بس أيضا ممكن يعني موجود. مثلا هل حضرتك هذا في الصعيد، في بلاد الصعيد، في كثير من بلاد الوجه القبلي وفي بعض أحياء من الإسكندرية، يعني الناس أهل الصعيد إلى الآن لأنهم يعني يحبون هذه العادة ومتمسكون بها إلى الآن. هل حضرتك بتدعى أحيانا إلى إحياء القرآن الكريم في الأفراح؟ أيوة نعم، لا بأس، بس أنا أحب القراءة في حفلات المآتم لأن بيبقى فيها الورع وفيها عدم يعني التهريج. يعني ليلة الفرح دي ده صحيح بيبقى بقى يعني كل واحد هايس وبتاع. أما في حفلات المآتم بيبقى فيه خشوع والناس بتتذكر الموت وبتتذكر يعني وقاعدين يواسوا يعني آل المتوفى وهكذا. أما ليلة الفرح بتبقى يعني مش هل من المستحسن أنه قارئ القرآن الكريم وخاصة في المأتم مثلا انه يتخير ايات معينة او سور معينة، ولا بيقرأ حيثما اتفق؟ والله هو يقرأ الذي يجيده، فكلام الله كله شفاء لما في الصدور، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن بهذه المناسبة هناك كثير من إخواننا يتعود أن يقرأ آيات مخصوصة وعود نفسه عليها ووقف نفسه عليها، فلا يجيد قراءة غيرها مثل إجادته لهذه المواضع اللي هي قصار السور، القصص، المقتطفات كده. لكن أنا حينما عينت شيخا للمقارئ ورأيت هذه الظاهرة، وهناك ظاهرة أخرى كانت ولكن حاربتها والحمد لله، كان يقرأ من السورة شيئا ويتركها وينتقل إلى غيرها. فحاربت هذه الأشياء ووقفت نفسي أمامهم على أن القرآن 30 جزء والشهر العربي 30 ليلة 29 في بعض الأحيان. فأنا عودتهم وبقرأ أمامهم الآن، وكثير منهم سار على هذا النهج. نقرأ في الليلة الأولى الجزء الأول من القرآن، ما احنا باستمرار نقرا الليله دي هنا والليله دي هنا والليله دي في البلد دي والليله دي في البلد دي. فبدل ما نيجي كل ليله نختم الوصله الاخيره بقصار السور، وبدل ما فيش غير مثلا سوره القمر والنجم والرحمن، سوره مثلا سوره يوسف، سوره مريم، حاجات مخصوصه كده الناس تسمعها في المكان ده وتسمعها في الحفله دي وتسمعها في الحفله دي. قلت لهم هذا ربنا بيقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وطبعا من ضمن الهجر إن الإنسان يعني يبعد نفسه عن مواضع في القرآن ما يقرأهاش أبدا. ولكن الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. شوف السفرة يعني أفضل من الملائكة كمان. الماهر بالقرآن الذي يحفظه ويجيده ويقرأه عن ظهر قلب من كل مكان ويعمل به. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. عفوا من هم السفرة دول؟ السفرة الملائكة. ويعني يعني الملائكة السفرة يعني اللي بيتنقلوا، اللي هم سفير يعني يأتي يعني فوق الملائكة. فيه طبعا درجات. فدرجة السفراء من الملائكة أكبر. حديث ظريف وجديد علي جدا. فالحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فواجب على القارئ أنه يعود نفسه على القراءة من كل مكان، ويطوع لسانه على انه من اي حته يقرا فيها، ما يبقاش مثلا الحته دي يحسن فيها الاداء والحته دي والله مش متعود على قراءتها. صحيح. فبنقرا في الليله الاولى
الجزء الأول، الليلة الثانية نقرأ الجزء الثاني، الليلة العاشرة نقرأ الجزء العاشر، الليلة 30 نقرأ الجزء 30. وطبعا أما بنكون 2 مع بعض، أنا أقرأ مثلا ربع، الجزء 8/4، أنا بنبقى 2 نقرأ مع بعض أو 3، فده يقرأ الربع الأول وده يقرأ وراه الربع الثاني وده يقرأ وراه الربع الثالث، نخلص الجزء أمام الناس، فالناس تبقى عارفة إن الليلة دي ليلة 3 في الشهر، حنقرأ الجزء الثالث. ده كلام جميل يا فضيلة الأستاذ، بس أنا أحب يعني أستفسر عن شيء. طبعا القارئ الجيد يستطيع أن يقرأ كل الأشياء، لكن في القرآن مثلا كلام الله سبحانه وتعالى في أحيانا عبارات وآيات عشان تخلي قلب المؤمن يتصل بالله سبحانه وتعالى، وآيات للترغيب، وآيات للترهيب، نعم. وللعذاب وإلى آخره، وفي آيات للأحكام وآيات للمعاملات وكل شيء. فأنا بتصور مثلا أنه يعني صحيح القرآن كله بركة وكله كلام الله تعالى، لكن أنا لما أحب أسمع قرآن مرتل أو مجود يمكن أفضل أن أنا أسمع الكلام في المعاني العامة، لكن مثلا آية من آيات المواريث مثلا أو الأحكام الخاصة أو ده له نصيب الثلث أو اللي هي الحاجات الفقهية الخاصة مش يبقى أحسن أن الواحد يرتل آية لها صفة الله نور السماوات والأرض وإلى آخر المعاني الجميلة؟ القرآن عبارة عن أنه دواء، وكل آية يعني الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إن القرآن زي الحلقة المفرغة، ما فيش حاجة يعني محطوطة، يعني لأن كان القرآن نزل منجما على حسب الحوادث والأزمان. فطبعا مش هتلاقي مثلا آيات يعني زي ما انت عايز كده سيادتك، دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، يعني إلا القصة هي اللي بتأتي من أولها إلى آخرها. آيات الأحكام هنا أشياء منها، وهنا في سورة أخرى آيات أخرى، وهكذا. إنما كل آية من القرآن ما فيش حاجة اسمها أفضل من حاجة، لأنه هو كله يعني زي ألوان بتكمل بعضها. لا أنا ما بقولش أفضل الحقيقة، أنا لم أقصد أبدا. لا ما هو نعم ما فيش أفضل يعني. لا ما فيش أفضل بقى في أن الإنسان ينتقي آيات مخصوصة. عظيم. طيب إيه اللي يستحسن أن يكون فيما يتعلق بآداب الاستماع إلى القرآن الكريم؟ أنا ملاحظ أن الناس بيتغالوا قوي أولا في إقامة سرادقات فاخرة جدا. أنا حضرت جنازة، والغريب انه كل ما يكون مثلا الميت شاب او عزيز على قومه فانهم يبذلوا اكتر ويعملوا صوان مليء بالثريات الكهربائية كأنه فرح، وبحس ان الدنيا هنا بتطغى على الآخرة، يعني حتى بتفرض وجودها على الآخرة. فالمفروض انه يكون فيه شيء من الاعتدال والقصد في هذا السبيل. قلت لسيادتكم ان هذه الاشياء كل يظهر في هذه المناسبة على قدر طاقته. في الوقت نفسه إن مهما يكن من زينة في الحفل ونظافة في المكان لسماع القرآن، فهذا ليس به شيء. يعني امال يعني، لأن عشان اللي يجي يستمع قرآن يقعد في مكان نظيف وفي صوان كويس وعلى كرسي مريح وسجادة نظيفة والأنوار كويسة والناس كويسين، أحسن ما يروح يقعدوا مثلا في مكان ما هوش يعني. هذه حينما يقصد منها أنه يفعل هذا المكان ويصرف عليه لسماع القرآن، يعني إذا لم يكن يعمل بقصد المباهاة وبقصد إشعار الآخرين إن أنا راجل ما أعرفش إيه وعندي إيه وكذا وكذا وكذا، في الوقت نفسه يعني القرآن هو لون من التجرد. يعني كلما يعني أنا لما بسمع القرآن في صحراء وكده متجرد من مناظر الزخرفة اللي قدامي، يمكن الصوان بزخرفته، يمكن الثريات لقيتها بتاخدني أحيانا بفكري أو غيره يعني. لكن لا، ده بالعكس، ده بتدي فكره للواحد ان الكل يعني ما خلق الله على الارض من هذه الزينة ومن هذه الاشياء بيأتي وقت حينما ينتهي اجله يكون في القبر بين التراب. فاللي عايز يتعظ، واما اللي مش عايز يتعظ صلى حتى تحطه تقعده على الارض هيقول لك منها خلقناكم وهو يقعد. فانما يعني هو وبينسى واليها نعيدكم مثلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فهذا الموضوع يعني النهاردة في حاجة يعني ظريفة جدا بتسوي بين الناس في الحتة دي،
ان وزارة الاوقاف الحمد لله بنت اكثر من مكان للعزاء، وجعلت له اجر رمزي بسيط جدا، والكبير والصغير يجلس فيه، وهو يعني العفش الموجود، الكراسي والسجاد والنور، هو بحاجة كويسة مبسطة لا فيها غلو ولا فيها شيء، وبتكون للجميع، غير أنها بتكفيش الناس. يعني ده كل يوم عاوزة حجز وبتاع، الموتى كثيرون، فدي برضو فكرة كويسة. أيوة. طيب يا فضيلة الأستاذ، طب إيه الآداب اللي يستحسن أن يتحلى بها الإنسان؟ لأنه ناس كتير ما بيعرفوش الحكاية دي أولا، وناس كتير لما حتى بيعرفوها بيتجاوزوا عنها، وما فيش تشديد قوي، يعني بيشرب سجاير او بيعزموا عليه بالقهوه في السرادق او الى اخر هذه الاشياء. يعني هو طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وما أحوجنا جميعا إلى رحمة الله. كمان في آية أخرى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. كل هذه الأشياء يعني مش عايزة توضيح. فالواجب ان القارئ هو اولا يجتهد انه يجذب المستمع اليه بحسن الاداء. الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فالقارئ الماهر الذي يقرأ القرآن لله يجتهد انه يقرأ قراءة متقنة فيها تدبر وفيها خشوع وفيها ما يجذب المستمع لأنه يتدبر المعنى. دي المهارة في القارئ. إنما كونه يشغل المستمع بأشياء تبعده عن المعنى، زي إيه؟ يعني التطريب اللي هو أكثر من اللزوم. يقرأ التغني، نعم في القرآن التغني اللي هو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن مش التغني اللي فيه إفراط، تمطيط الحروف وترقيص المدود وإلى آخره، لا، تغني يعني حتى قيل إن بعض التفسير التغني من الغناء، من يعني يكون غنيا بالقرآن. فاللي يقرأ بقى بتدبر وخشوع هيخلي المستمع ينصت. وأما اللي يعطي للقراءة شيء من الكلام اللي هو يعني من الموسيقى، بحيث أنه يتوسع فيه ويمطط في الحروف ويخرج القرآن عن ما طلب منه في وقت قراءته، أو أن يقرأ ويعيد الآيات. يعني يقول أنا بقرأ قراءات، المفروض أن اللي بيقرأ قراءات يعني كل القراءات واحد، يختار الرواية اللي تعجبه ويقرأ بها من أول القراءة إلى آخرها، يقوم عشان اللي بيتتبع المعنى وراه يمشي تسلسل المعنى ما ينقطعش. أما إذا وقف به في مكان، يعني زي يقول لك إيه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني من أراد الآخرة هذا شرط، وسعى لها سعيها هذا شرط، وهو مؤمن شرط ثالث. جواب الشروط الثلاثة دول فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما يقعد بقى يقول أنا بقرأ قراءات يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن، ويقف ويقب بالمستمع يكررها 3-4 مرات، ويأتي ولم يأتي بجواب الشرط قدام. هل المستمع يستفيد حاجة منه؟ يعني لعب بعواطفه بالنغم وبالحلاوة، وشغلوا عن تتابع المعنى. طب يا فضيلة الأستاذ، إذا تكرمت إن احنا نتوج هذا الحديث ببعض الأمثلة عشان يكون قريب إلينا، إن احنا نعرف المدى اللي يمكن أن يصل إليه القارئ فيما يتعلق بالتجويد أو الترتيل دون أن يخرج على الأصول الشرعية، اللي هي الطريقة اللي سيادتك بتتبعها عموما. يعني سيادتك معروف أنك تقرأ بدماثة وتقرأ بجلال، ويا حبذا لو سمعنا دلوقتي منك في هذا التسجيل الحي صورة للمعاني اللي انت تريد ان تثبتها في نفوس الناس. طبعا هي كل هذه الاشياء
دائما تكون على حسب يعني إكرام الله للقارئ بأن يتجلى عليه. فالإنسان دلوقتي يعني بتطلب شيء يعني القراءة قبل لا، برضو ربنا يتجلى عليك، لأنه أنت يعني عندك نبع من الإيمان يعني موجود داخلك جاهز باستمرار. أنت يعني سيادتك تريد يعني نموذج مثلا آه. لقراءة المرتل أو قراءة عاوز المجود؟ نموذج لقراءة المرتل والمجود، وحبذا لو حطينا هذا النموذج في أمثلة من آيات العذاب أو آيات الترهيب آه. وآيات الترغيب. يعني آيات الوعد وآيات الوعيد مثلا. أيوة. آه. إذا تفضل. يعني مثل قوله تعالى في وصف أهوال يوم القيامة، وبعدها أهل النار للنار وأهل الجنة للجنة. هذه هي الآيات الوعد والوعيد يعني متتاليين أو متتابعين. فيعني في آخر سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نروح جوه. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. الله، شيء جميل الحقيقة، شيء جميل ورائع. طيب يعني حضرتك دلوقتي في الفقرة اللي سمعناها دلوقتي التلاوة، نعم، ده كانت الأول دي مرتلة مرتلة قريبة، يعني هذه القراءة مرتلة بلون يعني فيه شيء بسيط جدا من الموسيقى الخفيفة، يعني التجويد، يعني من التجويد. والتجويد يعني ما هو إلا تحقيق الحروف أكثر من هذا، يعني لأن معنى التجويد هي طريقة اسمها التحقيق، لأن الإمام ابن الجزري بيقول ويقرأ القرآن بالتحقيق مع تدوير وحدر وكل متبع، يعني هم ثلاثة. التحقيق اللي هو فيه تحقيق أكثر من هذه القراءة شوية، يعني مبالغة في حسن النطق بالحرف وإعطاء كل حرف شخصيته وإخراجه من مخرجه. ادي طريقة. الطريقة الثانية اللي هي الترتيل اللي زي دي. الطريقة الثالثة اللي هي أخف من دي شوية، مثل القراءة في الصلاة. يعني وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. دي آخر طريقة في القراءة اللي هي تسمى حدر، واللي هي المرتلة ديت اسمها تدوير، واللي هي بنقرأها بقراءة التجويد دي اسمها تحقيق. بس فطبعا القارئ إذا كان بيقرأ قراءة لله بيجتهد إنه يحسن أداء الحروف بقدر استطاعته ويكون يقصد وجه الله في قراءته، والمستمع كذلك حينما يتجلى الله عليه يستمع
ينتبه لمعنى القرآن، والقارئ لا يخرجه عن تتابع المعنى كما قلنا سابقا بتكرار الآيات وتردادها بغير لزمه، ولا يخرج السامع عن تتابع المعنى بيكونه يعني يدخل يستغرق أو يدخل من الموسيقى أشياء كثيرة تخلي المستمع ينصرف عن تتابع المعنى ويستمع إلى نغمات كويسة وركوز موسيقي كويس بتاع دي الأشياء اللي هي ما بيبقاش بتبقى قراءة للناس مش قراءة لوجه الله. لأنه بده يبسط الجمهور فقط وبيبتعد عن ما هو أفضل. يا ترى حضرتك أقرب نفسيا إلى أي لون من هذه الألوان في القراءة؟ يعني أنت أقرب إلى التجويد ولا إلى الترتيل ولا إلى التحقيق؟ لا، أنا أحب القراءة المرتلة، ولذلك حينما أقرأ قراءة مجودة تكون دائما أكثرها قريبا من القراءة المرتلة، يعني ما فيهاش تكليف. ولذلك يعني الربع اللي هو تقريبا 30 سطر في المصحف أنا أقرأه بفضل الله في ربع ساعة. 30 سطر أقراهم القراءة المجودة لما بقرأ أمام الميكروفون، يعني في الإذاعة أو في حفلة أو في القراءة اللي هي بالصوت دي اللي هي التجويد، أقرأ 30 سطر تقريبا في 15 دقيقة. الغير ربما يقعد في 30 سطر دول يمكن ياخد فيهم ساعة، يمكن ياخد ساعة إلا ربع، وإذا كان ماشي كويس يعني كده ياخد مثلا نصف ساعة. في الواقع بعض الناس بيقولوا إذا كان الصوت عذب وجميل ورخيم فإيه الضرر ما دام في النهاية مش هيسيء إلى القرآن الكريم؟ فإيه الضرر الناس يستمتعوا؟ هذا هو المطلوب. أنا لا أقصد الصوت الحسن يعني يزيد في التعرف على معنى القرآن أكثر ويحبب إلى الأذن وإلى المستمع ويدخل إنما المهم أن يكون يعني لا يخرج عن نطاق أحكام التجويد. يعني مثلا حرف المد معروف أنه 4 حركات مثل رفع الأصبع أو خفضه، يعني يا أيها أدي 4 حركات. دوكا بقى لما ينجلي صوته نمد يا بدل 4 أدخل في كلام الله ما ليس فيه، جاب بدل يعني 4 حركات دول يعني عبارة عن الألف بحركتين يعني حرفين، فهو لما يجيب بدل 4 حركات يجيب 8 أو 10. هذا ليس من القرآن. يعني دخلنا في الغنى بقى مش في القرآن. هذا اللي أنا أقصده، دخلنا في الطرب يعني في الطرب. تمطيط مثلا يدخل مع الحرف يعني يمططه حتى ان يبقى الحرف حرفين. هي دي الحاجات اللي هي اللي بتيجي من يبقى التفريق. حرفين ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ زي ايه يعني؟ يعني مثلا عليهم مثلا، فهو بقى على من عليهم يعني بدل ما يقول عليهم هو بقى بيقولها بقى براحته كده فبدل عليهم تبقى عليهم. حاجات من هذا النوع يعني تقريبا يعني ما يحضرنيش يعني، انما الانسان وهو بيسمع اي حاجه تلتفت تجد يعني اشياء كثيره من هذا النوع. يعني هو الحد الفاصل ان لا يخرج عن التجويد الى حدود الغناء. وكل حرف له شخصيه، وهي يعني لان المخارج الحروف قريبه من بعضها، فالقارئ الماهر يخرج كل حرف من مخرجه ويعطيه الشخصية بتاعته. ولذلك إن سيدنا علي رضي الله عنه حينما سئل عن معنى قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل هو حسن النطق بالحروف ومعرفة الوقوف، هذا هو الترتيل. أما إن الإنسان بقى يطرب ويعني ويقعد ينجلي بقى ويطول زي ما هو عايز او يكرر في مواقف من غير فائدة، زي ما قلنا في المثل الأول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وقلنا الشروط اللي فيها، وهو مش ما بدورش بقى على معنى القرآن،
ففيه ركوز موسيقي كده مثلا فيه وهو مؤمن، فيه بقراءة بالإيه بالإبدال يعني وهو مؤمن. فيه قراءة بالمد الطويل بقى، مد البدل ومن أراد لا. كل الحاجات دي بقى هو عايز بقى بيجيب ألوان يسمعها السامع، وبعيد عن ذهنه إن من أراد الآخرة زي ما قلنا أدي شرط، وسعى لها سعيها أدي شرط تاني، وهو مؤمن أدي شرط تاني، وجواب الشروط الثلاثة دول فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويا ريت إنه يكون نفسه كويس وطويل ويجيب جواب الشرط الشرط وجواب الشرط في نفس واحد حتى إن يستفيد من المستمع. بالمعنى متكامل. إنما هو لا، هو ما يهموش إنه يجيب الآية كلها مثلا، يعني بدل ما يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. المستمع بقى لما يسمع الآية على بعضه فهم إيه المطلوب منه، وفهم يعني إذا كان بيتتبع المعنى صحيح هو ماشي وهيبقى مسرور. أما إنه يقف يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما بقاش دي مش دي القرآن. ويا ريت هنا مرة واحدة إن بقى أكررها، المرة دي باللون ده والمرة دي باللون بس ده. حتى وحضرتك بتقولها يعني ده دليل انه عندك القدرة انك تعمل كده، ولكنك لا تريد. الحمد لله. يعني انت لو اطلقت العنان لنفسك طبعا. يعني او لانك انت تخرج عن نعوذ ما بالله من ذلك. الحمد لله. يعني تخرج عما الزمت نفسك به، في امكانك يعني في طبعا. امكانك وقد تبدع يعني. الحمد لكن لله. انت ملتزم. الحمد لله. انت ملتزم. الحمد ده لله. شيء جميل جدا. طب حضرتك اول ما فكر انه يسجل المصحف المرتل بهذه الصوره، يعني لان احنا متعودين الى العهد اللي انت عملت فيه المصحف المرتل ان احنا نسمع القران مجودا فقط. نعم. اما الترتيل فكان شيء جديد على الاذان، نعم. ولقي استجابه جيده جدا من الناس في كل المسلمين في كل مكان. الحمد لله. يعني من صاحب الفكره في تسجيل القران مرتلا؟ هو الحقيقة السبب أن اليهود كثر تحريفهم في طبع المصاحف، وعندهم فن في اللؤم والخداع. يعني ما يجوش مثلا يغلطوا في سطر بحاله، ولا يغلطوا في كلمات كثيرة، ولا يغلطوا مثلا في، لا ده هم يعملوا حاجات كده بسيطة علشان لما تضبط يعني غلطة مطبعية، تبقى غلطة مطبعية مش مقصودة. يعني أنا مثلا من عامين كنت في الكويت ووجدت مصحف مكتوب فيه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. المصحف ده كان مطبوع في بيروت عند واحد برضه يهودي، فلقيت غلت أيديهم جايبين الأكلاشيه وشالوا النقطة بتاعة الغين، وجم من عند بعد الغين بين الغين واللام واستغفر الله ولعنوا بما قالوا. يعني غلت أيديهم شالوا راس الضمة بتاعة الغين فبقت فتحة الضمة، فبقت علت أيديهم. ده حاجة فظيعة. وبعدين جم على ولعنوا بما قالوا، دي اللي أهم. جم اللام مسبوكة في العين، فجم كسرين الأكلاشيه من آخر اللام كده بقت زي الألف، ولعنوا بقت اللام عبارة عن إيه؟ كأنها ألف. وجم على العين لفوها شوية كده بقت ميم كسرة، فأصبحت وأؤمنوا. علت أيديهم وأؤمنوا بما قالوا. ده إنما ده مكر شوف خطير. يعني فأنا جيت على طول
وبلغت طبعا هنا ودورنا على المصحف ده، طبعا من عرفته انه هو موجود من مطبوع في بيروت. كان بقى من زمان مثل هذه الاشياء كثيره، فرأت الحكومه هنا جمهوريه مصر العربيه ان ما يصحش نقعد نكتب. كانوا يعملوا المصحف من احسن ورق ومن اجود الطباعه، وثمنه يمكن يتكلف 3 جنيه او 4 جنيهات، ويروح هناك يهدى مجانا او يباع بشيء قليل جدا، وبعدين فيه هذه السموم وهذه الاخطاء. فطبعا هنرد عليهم، الحكومه هترد عليهم بمصاحف تانية اخرى، مش هيعرفوا ده من ده، وخصوصا بيودوه هناك في جنوب افريقيا وفي البلاد اللي ما فيهاش حفظه. أي. فطبعا بيحفظوا القرآن، اللي يحفظ حاجة يحفظها على هذا الخطأ. فطبعا وجدوا ان اهم شيء يعني يكون ناجحا في الرد على هؤلاء الملاعين هو مصحف مقروء. وبصفتي شيخ المقارئ كلفت بأن اختار لون يعني من القراءة يناسب للتعليم ولمن يريد أن يحفظ ولمن حفظ ونسي، يعني غير الطريقة بقى اللي احنا كنا بنقرأ بيها ومتعودينها اللي سعادتك بتقول عليها دي، وهي طريقة التجويد. فوفقني ربي إلى هذا اللون من القراءة اللي هي القراءة المرتلة دي. هو أكثر تأثيرا في النفس فعلا. وفعلا أنا يعني أرتاح جدا لسماعه وبجواري التسجيل. لابد أن كل ليلة بعد أن تنتهي المحطة أحب أسمع شيء يعني بدل الإنسان يعني ما يكون ما عندوش وقت أنه يقرأ الحصة اليومية بتاعته، يستمع إلى جزء أو جزئين من القرآن في مدة ساعة أو نص ساعة كده وهو مستريح كأن قارئا يقرأ عليه. فهذه من فضل الله، ميزة وفضل عظيم. طيب يا فضيلة الأستاذ، يا ترى هل فيه تقاليد معينة أو آداب إسلامية معينة يستحب إنها تتبع بالنسبة للقارئ؟ يعني مثلا هل هو يلزم أن يكون متوضئ أو إلى آخر هذه الأشياء؟ يعني ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مثلا أعلى، وأن يكون قدوة طيبة في متانة الخلق وقوة الدين. وعليه أيضا أن يتفقه في أحكام القرآن ومعانيه، فيعرف المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل وكل ما فرضه الله عليه وندب إليه حتى ينتفع بما يقرأ. وأيضا عليه أن ينفذ أحكام ما يتلو. وأنصح كذلك لقارئ القرآن ألا يقرأ إلا وهو على طهارة كاملة، لأن قراءة القرآن الكريم أفضل الأذكار. وأن يتجنب أكل ما له رائحة كريهة إذا كان يريد القراءة. وينبغي له حال قراءته أن يقرأ بتفكر وتدبر وإمعان وروية حتى يكون لقراءته أحسن الأثر في نفسه وفي نفس سامعه. عظيم. طب يا ترى سيادتك وانت بتقرأ بتفكر في ايه؟ يعني ايه اللي بيبقى يستغرقك أثناء التلاوة؟ المطلوب ان الانسان يعني بيبقى يفكر في معاني القرآن، واذا مر على آية ترغيب فيها الجنة وما وعد الله المتقين يدعو الله أن يجعله من المتقين، وإذا مر على آية فيها وعيد وإنذار يدعو الله ويستعيذ من النار ومن عذاب النار، ويدعو الله أن يبعده عن المعاصي وأن يوفقه لصالح الأعمال. يعني في حالة قراءة الإنسان بيبقى الإنسان أنا يعني بكون أعتقد أن الواحد وهو بيقرأ بيكون يعني بعيد عن الناس ومتصل بالله سبحانه وتعالى. وهذه هي الأفضل. ده جميل. يعني في عالم يعني روحاني كامل بعيد عن كل ماديات الأرض. يعني إذا اجتهد الإنسان ووصل لهذه المرتبة فهو لا شك أن قراءته مقبولة، وأنه
ينتفع بقراءته فعلا وينفع السامعين، لأن القراءة التي من القلب تصل إلى القلب. طيب، باعتبار فضيلتك قريت القرآن عشرات المرات، نعم. هل بتحس بالرحمة أكتر ولا بالرهبة أكتر؟ يعني آيات الرحمة أكتر أو على الأقل أثرها أكتر، ولا آيات الترهيب والعذاب وغيرها؟ ما أعرفش أنا، يعني لأن كل سورة بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وفيها الرحمن والرحيم، فبالتالي أن الرحمة يعني سابقة ولاحقة، ويمكن على قد يعني فكر القاصر أن رحمة الله تسع كل شيء. نعم، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وطبعا كل منا يعني مقصر، ومحدش يعني هيقدر انه يعني يفي ويقوم بحق الطاعة المطلوبة منه، ولكن كل يجتهد قدر طاقته. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان أهو بيجتهد وعلى الله القبول. طب يا فضيلة الأستاذ، إذا تفضلت أن نختتم هذه السهرة بتلاوة من آيات الذكر الحكيم، من آية وإحنا في شهر رمضان بندعو الله يكون فيها دعاء إلى المولى سبحانه وتعالى. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العظيم. أيها السادة، شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة. لكم مني أطيب المنى. طاهر أبو زيد.